هذه طلبت مني شوي نصائح لجماعة بريمير اني بيلوت. عندك يا سيدي كيما سيدي كانك الساعة اول عام بيلوت ما تخافش، البيلوت راهو ماهوش حاجة كبيرة، راهو مجرد انه تتصعب شوي القراية وكها وكل شيء باقي كلها كيك. وكانك انت زيد اول عام بيلوت راك تحس معدلك طاح شوي مقارنه بالتاسعه، على خاطر نتذكر وقتها في التاسعه جايب 18 وفي البريمير وقتها طاح معدلي ل 15، تاثرت شوي، اما بعد تحسن معدلي ورجعت وجوي باهي ان شاء الله. كانك على القرايه اول تريمستر القرايه تكون صعيبه شوي، اول تريمستر ماك اول مره بيلوت وواحد ماكش موالف بالسيستم هذاك وبالنظام هذاك وبالريتم هذاك، تتحس روحك انك خارج اللعبه شوي، اما بعد راك ترجع وجوك باهي. في التريمستر الثاني والثالثه باذن الله ترجع، انا نتذكر جبت قريب 17 في التريمستر الثالثه. المهم ترجع جوك باهي مريقل وما تخافش وكهو. وعندك بالنسبه كيفاش تقرا، اقرا اجور، معلومات الناس تعرف هذه كل، اقرا اجور. المواد اللي تحس فيهم صعب شوي هم المات والفيزيك، هذوكم لازمك تقرا فيهم بالحق، تراجعهم بالباهي، تخدم اكزرسيساتك، تخدم سيرياتك جوك باهي. المواد الاخرى مش تحس فيهم ياسر تاثير، صحيح هي صعب شوي اما مش تحس فيهم ياسر فهمت. هكا نكونوا كملنا الفيديو بتاعنا. اذا تحبوا نعطيكم نصائح للدوزيام سيونس اكتبوا لنا في الكومنتات وما تنسوش اللايك والمتابعه.